الظروف اللي جاتك من صحة من مجتمع من كل شيء، يعني ما الداعي اللي خلاك هو اللي شوف الصيغة هنا يا شيخ. تحويل يصيغ هو صراحة والله طويل خذ راحتك يا محمد. بس ترى ما راح انسى العقاب. باختصار راح تنسى. والله انت تشوف عقاب. نبي موجز بس يعني عشان ما ننسى المسابقة يا محمد. موجز بسيط يعني. طيب انا دخنت عمر صغير، يعني صغير مرة. عمر صغير يعني. ايش نوع دخانه؟ سوي دعاية الله يحفظك. بصراحة ما تسأل السؤال ابدا يعني. لا اي صح، لان كذا تعلم الناس شلون نوع الدخان، وبعض الاطفال يمسك الكلام يعني. صدقت. نسحب سؤال. ضر صحتي، ضر شكلي كثير ضر شكلي، والاهم من هذا انه اهلي واقرب الناس لي كانوا متضايقين جدا من هذا الشيء، وكنت انا احس بهذا الشيء. كنت اشوف اهلي متضايقين، ما هم راضين، والدي والدتي اخواني خواتي اقاربي، فكنت افكر كيف اتركه. حاولت اتركه مرتين وكنت ارجع له، والسبب كان اخوياي، اني تركت الدخان ولا تركت اخوياي. فلما وصلت عمر 21 سنة أو 22 سنة بدأ يجيني ألم في أسناني بشكل عام، يعني أزين السن هذا يخرب الثاني، وألم يعني ما بينهم إلا أيام، فجأة كذا 4 سنون. فعرفت أنه عندي مشكلة، فكان عندي ألم في الضرس هذا، ورحت للدكتور، وكانت دكتورة فشافت اللثة وصدمت جدا، فقالت أنت وصلت المرحلة يعني أسأل الله يعينك لو ما تركت الدخان، ترى بتشوف عقاب صان. عادة الناس اللي يدخنون طاغية العادة عليه، فما يحس ويعتبر أنه هو الصح دائما، وكنت هذا اللي أنا أشوفه في نفسي. فأصلا طلعت من عند الدكتورة ورحت برا ودخنت، ما كان في أي تأثير أثر علي، رغم أنها شالت ضرسي بدون بج، يمكن نص بج، لأن كان من أثر الدخان على لثتي أنها ما تقبل البنج بشكل قوي، فكانت لثتي ضعيفة وكانت سوداء اللون قاحلة يعني. بآخر الليل سبحان الله من رب العالمين، طبعا الوالدة الله يجزاها خير كانت كثير تدعي، وأنا كنت أشوف هذا الشيء وأحس فيه، كانت تقول لي دايم، وكان كثير يأثر فيني، كانت تضايق لما أدخل البيت شم ريحة دخان، كنت أنا أحس فيه، بس عند أخوياي ما كنت أقدر هذا الشيء. كنت أدخن بكتين في اليوم، من يمكن عمر 17 سنة، بكت ونص، بكتين إذا صار وضع. طلعت من الاستراحة ما معي بكت، كنت ناسي الدخان بالاستراحة عند الشباب، تونا متعشين ومفطح أدور الزقار. كنت ماشي في الطريق، والله هداية من رب العالمين، يعني أنا من الناس اللي كنت شو يقولون غسول الوجه بمرقة، ما كنت أخجل أبدا ولا أستحي، وكان اللي ينصحني أقول له وش دخلك بالمعنى، أنا مستمتع عنيد، لأني مقتنع أنه الدخان إذا أنا ما اقتنعت في تركه ما راح أتركه. فكانت كل هذه النصائح اللي تجيني ما تأثر فيني، فليش أجامله وأقعد نص ساعة أسمع له ثم أروح وأخليه. فكرت كذا يمكن والله ما تعدت دقيقتين، كذا حسيت إن في مستقبل قدام، بديت أفكر، وسألت نفسي سؤال، ودائما أسأل نفسي وأنصح أي مدخن يسأل نفسه، من أنت بعد 10 سنوات كمدخن؟ يعني أنت تدخن الآن بعد 10 سنوات كيف وضعك؟ إذا أنت الآن لما أطالع وجهي في المراية يضيق صدري، كان وزني 50 يمكن، وأسود، وأسناني معدومة، بشرتي وجهي كان شاحب، صحتي ضعيفة، والله الدرجة الثانية أحيانا لا رقيتها مسرع أني أجلس من التعب. إذا هذا وضعك فما بالك بعد 10 سنوات كيف راح تكون؟ احنا جميعنا يعني بإذن الله انه احنا عوائلنا محافظة، واهالينا ناس محافظين. شيء طبيعي لما تروح تخطب، من الاشياء اللي تضايقهم انك مدخن. ما اعتقد في بنت فيها دين انها بتقبل بشخص مدخن، لانها تعودت على رائحة زكية، رائحة طيبة. يمكن أسوأ ريحة شمتها في حياتها ريحة المطبخ، لما يصير في حرق ولا يصير في شيء في الاكل، فتجي أنت في ريحة الدخان وتسيء لها. يعني الدخان كان سبب في طلاق أزواج. نزلت فيلم على اليوتيوب اسمه كنت قبيحا، فكانت تجي رسائل على البريد من هذا، كان أغلبها من ناس متزوجين، رجال وحريم، كانوا يشكون معاناة، كيف كانوا أهاليهم الضايق. خل مثلا الزوجة عدت، أنت تزوجت وزوجتك أقبلت فيك كمدخن، أولادك بكرة لو تشوف ولدك ويدخن، والله العظيم أن تعض أصابع الندم
قهر وغبنة، وانت تنقهر مثل ما انقهر ابوك يوم شافك تدخن، تذوق حرة ابوك يوم كان زعلان عليكم. تفكر يعني اذا هذا وضعي بعد 10 سنوات كيف راح يكون؟ واذا ما تركت الان وعمري صغير مستحيل اتركه وانا كبير. فالان سهل تركه علي قبل لا اتزوج وقبل لا اسوي كل شيء. يعني ما تسوى علي اني اروح بكره خطب يقولون لا ذا يدخن ما عاد نبي. صح. ما تسوى علي، ما تسوى علي انه يجيني ولد بكره مدخن وانقهر وانغبن وكل الناس تقول هذا كله بسبة ابوه. ما راح احد يلوم ولدي اصلا، راح يلومني انا، لانه انا اللي علمت ولدي اصلا الدخن، وراح اكون تسببت في ضرر ناس كثير. قلت اذا رجعت للبيت، كنت انا من اهل البدايع، كنت ساكن في البدايع وقتها، لي 4 سنوات مستقر في الرياض، ولا اهلي في البدايع الان في القصيم. كنت طالع من البدايع للرس ورايح الشباب هناك. حلفت بيني وبين نفسي، قلت والله العظيم إذا رجعت للبيت ولا دخنت والله العظيم ما عاد أدخن. طبعا المفروض أني أقول والله العظيم من الآن ما عاد أدخن، لكن المدخن دائما يعطي نفسه مهلة، صح، لأنه يخاف من الرجعة. يعني سبحان اللي سخر لي ذيك الليلة، أني رحت لما أخوياي ولا لقيتهم، كانوا يجتمعون في صالة بلياردو وكنت ألعب بلياردو أنا قبل، فرحت ولا لقيت أحد منهم ورجعت البيت. ناسي الدخان نهائيا. يعني أتكلم أصلا المفروض الفترة هذه اللي أنا طالع من الاستراحة لين رجعت للبيت أخذ فيها 10 دقائق، هذا المفروض. والله يا جماعة أنه الدخان ما جاء على بالي، لأني حلفت بالله، كان عندي إيمان قوي إني راح أترك الدخان. صح عليك. رجعت البيت ورب العالمين عاني ساعدني. كان فيني نوم بنام، خبر السيجارة قبل النوم دي لازم. طلعت برا البيت بدخن، تذكرت حلفي ورجعت البيت. الآن أنا أمشي في السنة الخامسة ما دخنت. تبارك الرحمن. الله يثبتك، الله يثبتك. طيب ممكن تدرون سيجارة واحدة بعد 4 أيام يمكن بس شميت ريحتها بس، فتعبت مرة ورميتها. قلت مع الوقت طبعا الموضوع مش موضوع اني تركت الدخان، الموضوع بعد ما تركت الدخان ايش سويت؟ ثبات. ايوه هذا الموضوع اللي لازم يركز عليه كل شخص الان قاعد يشوفني، بغيت اقول يسمعني. كل شخص قاعد يشوفني، كيف تثبت نفسك بعد ما تترك التدخين؟ لازم تعتمد على اشياء 4 مثل ما انا اعتمدت عليها. بعد طبعا ما تستعين بالله، تتوكل بالله. صحيح. اولا اصدقائك. الصداقة ذي لازم تفهم معنى الصداقة، لازم تعرف مين صديقك. أنا الآن جالس مع ناس يدخنون ومستمر في الدخان. سؤال، هل أصدقائك هذولي بكرة لما يصيبك مرض السرطان من التدخين إيش راح يقدمون لك؟ ولا شيء. هل لما بكرة زوجتك تتأذى منك وتتسببون في طلاق أصدقائك إيش راح يقدمون لك؟ ولا شيء. عيالك لا طاحوا في الدخان أصدقائك إيش راح يقدمون لك؟ أمك اللي زعلانة عليك في البيت من بيرضيها، أنت ولا أصدقائك؟ أبوك اللي زعلان عليك وده يفتخر فيك من بيرضيه، أنت ولا أصدقائك؟ فلما تفكر بعقلانية أنه أصدقائك هذول مو قاعدين يقدمون لك شيء في حياتك أبد. صح. فإذا رب العالمين رزقك بأصدقاء مدخنين رجال، وفيه مدخنين كثير رجال وفيهم الطيب وفيهم الخير، راح يرزقك بأرجل منهم ما يدخلون. والصديق تلقاه، ومندور على الطيب لقاه. مثل ما لقيت الردى تراك بتلقى طيب، والطيب موجود في كل مكان أكيد. واللي رزق، وسبحان الله من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. إذا أنت تركتهم أصلا عشان هذا السبب راحت. أنا من ذاك اليوم ما عاد أعرف أخوياي، مو ما عاد أعرفهم بالمعنى الجحدة، لا، بس إني ما عاد صرت أجلس معهم، صرت أتجنبهم، أبعد عنهم، ملهي نفسي. إيش ألهي نفسي فيه؟ الدخان عادة، هذه النقطة الثانية، ابدلها بعادة. أنت متعود إنك تمسك السيجارة بيدك، أنت متعود إنك تشم ريحتها، أنت متعود إنك تكنها وتطلعها مع خشمك وتطلع هواها، متعود، متشبعة هي في جسمك، عادة، ما هي بإدمان أبد. ابدلها بعادة. إيش أطيب عادة؟ عادة وصى فيها ديننا، لا وصى فيها ديننا
كل الناس تحبها، الرياضة. صرت أتمرن في اليوم 3-4 ساعات، فكان وزني 50. في خلال 6 أو 7 شهور كنت أتمرن لياقة وحديد، وصل وزني 70 أو 69. وكنت الحمد لله يعني راضي عن نفسي كثير. الشيء الثالث، بعض المدخنين لما يترك الدخان ما يعلم أحد، يسكت، يخاف أنه يرجع ويزعلون عليه. طيح من عيونه. طيب ليش ما تحول الفكرة هذه؟ لا، أنك تعلم الناس عشان يمنعونك أنك ترجع، تكون دافع لك أصلا، تكون دافع لك. أكيد. لأن إحنا أصلا بطبيعتنا وعاداتنا وتقاليدنا ما نحب الواحد يرجع عن كلمته. ما حد يرضى أن الواحد يرجع عن كلمته أبدا. تخيل واحد قال لك كلمة بعد شوي راجع عنها، وش ذا الرخامة اللي فيه؟ رحت علمت الوالدة، علمت الوالد، علمت إخواني وخواتي. أذكر أني أرسلت رسائل من الجوال، الناس يمكن ما شفتهم صار لي سنين، أبشركم الحمد لله أني قطعت الدخان، دعواتكم لي يا جماعة. والله كذا رسالة أحس أن بعض الناس قراها قال شو بيذا، بس أنا متأكد أنه كل من قراها دعا، لأنه كل الناس تبي الخير للناس. أكيد. والحمد لله هذا دافع قوي أنه ما خلاني أرجع. الشيء الثالث، أكلك. الأكل لازم كثير تحافظ عليه، خاصة الخضروات والفواكه. خضروات وفواكه سبحان الله فيها مواد تكرهك في الدخان، فأتحدى أي مدخن فتاك جبار مدمن دخان متمكن ياخذ له موزة ولا برتقالة وبعدها سيجارة، إلا إنسان عاد اللي يقولون تسبده صايع، إلا اللي يقولون تسبده ما هي بله، تسبده يعني كبده يعني اللي يقولون الكبد عنده مرة تتقبل لو ياكل حديد أكل، لأنها سبحان الله ما عاد تتقبلها نفسيا. فالحمد لله رب العالمين اللي عصمني عنه وعدني، والله العظيم إني أذوق لذة وسعادة أتلذذ فيها إلى اليوم، لأني أقسم برب البيت كل من سألني مدخن والله العظيم إن تنكسر نفسي، إن تنكسر نفسي تنى قايل لي أنت ما أنت برجال والله، لكن بعد ما تركته والله لا قال لي أنت مدخن إن يا شيخ كأنها أني أقول لا بفخر يا رجل، أرفع صدري وأنا أقول لا ماني مدخن، لأن الدخان الآن أصبح في كل استراحة، في كل بيت، في كل حارة، في كل، يا أخي أقسم بالله في جمعية نقاء جانا واحد عمره 10 سنوات ورب البيت مدخن 10 سنوات يدخن له 2 سنين. أقسم بالله البكت حقه ملبور أحمر يمكننا يشوفني الحين. إيش السبب؟ تتوقع إيش السبب يا أبو أحمد؟ ولا يهم الجميع. الصحبة نفسها. لا مش الصحبة، الوالد. أبوه طبعا كبير في السن، أبوه كبير في السن ويدخن، فكيف الولد طاح في الدخان؟ الولد يدخن في البيت الوالد أبوه، وكان يطفي السجائر في الطفاية ويخليها، الولد يجي ياخذ السجارة بعدها، طبعا السجارة بعد ما تطفيها الراس يتفحم، فأنت ما تدخن تبغ، أنت تدخن تبغ يابس وفحم. الضرر أقوى. أول أكسيد الكربون. إيه، وتاخذ آخر موشة في السجارة، مش أولها آخرها، يعني تلمس القطنة، ولا لمست القطنة تستنشق اللي هو حريق القطن، الزبدة يعني اللي يقولون في القلب. فدخن عمره 8 سنوات وسنتين وهو يدخن. جانا الولد لأنه جاره طاح فيه عند الباب وقال له أنت لازم تقلع عن الدخان، قال له وعرف كل شيء عنه، جاب لنا في الجمعية، الآن هو من سفراء جمعية نقاء لمكافحة التدخين. الله يثبته. وعندنا الحمد لله ولد يعني عنده أسلوب جدا جميل، أتمنى أنه أنا ما أطلت وأفت. لا قدمت رسالة للمشاهدين والمشاهدات، يعني بعد الرسالة اللي وجهتها بأسلوبك الراقي ذا، طريقة كلامك وذا الموضوع الطيب، يعني أنا أعتقد أن الآن كثير والله كانوا جالسين ويشاهدونها كذا بيبطلوا الدخان. طيب طريقتك الحلوه. اي والله. الرساله الاهم ولا سمح لنا. لا بس اساس في بعض الان المشاهدين يقول انا مبتلى، فالعزيمه والاراده مع دعوات الناس اللي يتابعونا الان لهم، هذا شيء مهم باذن الله. بعض الناس يستخدم اعذار اللي يقول عذر اقبح من ذنب. صحيح. لا منا قال لك كذا، قال لك انا مبتلى. طيب رب العالمين مانعك من هذا الشيء، كيف تتبلى على نفسك بهذا الشيء؟ أنت تتبلى على نفسك فيه يا رجل. يا عم أنت ظاهر غسلت الشقة كلها. وين أنت بس ساعة؟
علشان مرة ثانية تحرمون. ما قلنا لمع. كمل الموضوع. طيب نكمل. موضوعك حلو مرة. أحلى من موضوع راشد. البلوى طبعا أنا ما أفهم كثير في هذا الأمور، لكن أبقول اللي عندي وإن شاء الله إنه صح. البلوى واللي المفروض المدخن يحمد ربه على هذا الشيء. البلوى لما يبلى الشخص بمرض العلاج منه صعب. البلوى لما يبلى الرجل بإعاقة ما يقدر يقوم وينحرم من لذة الوقوف اللي إذا ما أنتم ممكن محمد الشريف يتكلم عنها. محمد الشريف صديق لي وأخوة، أوجه له رسالة الله يعطيه العافية، ويمكن أنا ماسك لص نهجة أهل الجنوب بسببه من كثر ما أجلس معهم جماعة. روح اسأله كيف لذة الوقوف، يعلمك البلوى اللي بلاها الله فيه. صلى الله يشفيه إن شاء الله جميع المرضى وجميعا. فكيف تجي الآن وتقول إنه أنا الله بلاني في الدخان؟ الدخان يا رجل يعني والله العظيم شيء حقير، شيء سخيف، شيء تركه سهل، تركوه آلاف الناس مئات الناس، وانت تجي تتبلع على نفسك فيه. الله بلاني. أجل هذول إيش يقولون؟ ذا الناس اللي عاقة شيء ما يقدر يطلع منه، حادث، مصيبة، عقاب من رب العالمين، هذه كلها بلاوي. صح. كيف لو تجيك الأشياء هذه إذا أنت مستصعب الدخان؟ أجل هذه وش راح تسوي إذا جتك؟ المفروض الواحد يحمد ربه على العافية ويشكر ربه على العافية اللي جته. يتقبلون الأطفال اللي يجوكم بالسن 10 سنين هل يتقبلون العلاج؟ هل يواظبون؟ إيه جدا جدا. هذول الناس أو كم منهم نسبة يعني تعافوا وكم؟ كلهم الحمد لله. يعني لأنه هذول الأطفال دخلوا في المسابقة طلع موضوع حلو من المسابقة. مين اللي قال له؟ الأخ سلطان. ما شاء الله عليك يا سلطان. الله يعطيك العافية. الشيء الجميل الطفل يسمع بأسلوب حلو يعني، وهذه رسالة ممكن يأخذها أي والد وأي والدة وأي أخت وأي أخ إذا بينصح أخوه الصغير أو إذا وقع في الدخان. ترى الموضوع والله العظيم أسلوب، مش قوة ولا هي. بعض الناس ما يمنع أصلا ولد. السلام عليكم. هلا والله. الله هلا بالشيخ يوسف، شلونك؟ مساك طيب. شلونك؟ مساك طيب. الله يسلمك الله فيك. ما شاء الله تبارك الله. هلا والله بدكم زينه؟ والله بالطيب الحمد لله. الله يحييك. شو الاخبار؟ والله بخير الحمد لله. الله يسعدك. مشتاقين لك. مشتاق لك العافيه. الله يبارك عليك. ما في لقاءات شيء والله نطلع بالتلفزيون وحنا مباشره لا تصورون وياك بالله. والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا الله تحييهم. الشيخ محمد موضوع نقطة كلامك ما شاء الله مسترسل كلام جميل جدا والله. اهلا. بناخذ من وقتك للشباب، بناخذ من وقتك شوي نكمل خذ راحتك. هلا والله انت منا وفينا. انكم زينه الله يسعدك يا رب. اسبوع تجريبي هذا منا وفينا انت. ابد انا حبيبي. تفضل يا محمد. يا محمد ابشر تفضل. تعال هنا. تعال قرب حميد خلنا نشوفك. اقرب عندكم طيب. تعال انت خالد. غادينا نشبكك كذا اذا بغينا شيء ولا شيء. لا انتبهوا ترى بعيد. تعطينا الجوال بيوم من الايام. انت شايل الجوال بيدك. في موضوع حلو موضوع حساس وموضوع تجربه عاشها يعني من أسوأ التجارب اللي بحياتي كانت. انا والله كنت متابع بعدين والله موضوع تعطينا من وقتك 10 دقائق. ابدا نجي فينا جزاك الله خير نستمع انا اقول انه اي مدخن المفروض ما يسكت. بعض الناس يستهين في الموضوع، يستهين كثير، فيقول لك دخان. ايش دخان؟ يعني والله اذكر ناس، انا كنت انزل مقاطع في الكيك وانزل مقاطع في تويتر وملح بموضوع الدخان كثير، فكانوا ناس يجون لم يقولون لي يا اخوي تراك ازعجتنا، دخان دخان دخان، خلاص يا اخوي ملينا، ترى هذا شيء منتشر. هو مش موضوع بسيط، بس لانه منتشر بيننا ونشوفه موضوع عام ومسموح له في الشوارع، وين ما تروح تشم ريحة دخان، أصبح الموضوع شيء عادي عندنا. ولا ترى الوفيات عندنا سنويا أكثر من 33,000. يعني إيه الدولة تدفع مليارات. الناس كم يدفعون عشان يدخلون دخان؟ يدفعون أكثر من 200 مليار أو 200 مليون، والله ما أعرف العدد بالضبط، لكن أرقام. يعني أنت لو تخلي الشخص الواحد كم يدفع في السنة، اضرب 10 في 30 و30 وحط الرقم في 12 وشوف كم يدفع إذا واحد. هذا واحد، فبالك في 7 مليون، واحتمال أنهم يوصلون 10 مليون في عام 2020 بعد 6 سنوات. يعني 10 مليون تتكلم عن 50% من الشعب عندنا. 50% شيء مضر جالس يقتل الناس. بعض الناس مثلا مستهين في الموضوع، مثلا
في شيء اسمه التدخين السلبي. التدخين السلبي هذا أضر من التدخين العادي، اللي هو واحد يدخن والثاني يشم جنبه. أنا كنت مدخن سلبي ترى. يا رب الدخان السلبي هذا قصة. تحب الناس تقعد مع الناس كلهم يدخنون. كنت أجلس في يعني في حكم العمل، كان المدخن فكان فعلا تأثرت، صدري تأثر، قال لي أعتقد عساك ما صرت تشيش بعد. يقول أنت مدخن. لا بس إنه تدخين سلبي كنت أتأثر. أصلا لو تروح تكشف يقول أنت مدخن. أي والله. لأنه تأخذ ضرر هذا الشخص. فغريبين بعض الناس اللي يجون يدخنون مثلا في البيوت. قاعد تكلم ما اعطيت القيادة أنت. وش تتكلم؟ قاعد تسولف اللي يسولف معك. وش قال لك هو؟ يقول أنا كنت أدخن لما سمعت عن التدخين. لا تكلمهم، خلهم ما بجوال هو. أبو عبد الكريم يقول لا تكلمهم، خلهم يولوه. خليهم يولوه. طيب هذا بس الموضوع. احنا موضوعك حلو، احنا ان شاء الله يبي لك يوم ترتب لنا كذا وتسوي لنا. والله على راسي، بس اخر كلمه. ايه عرفت؟ يبيك تسوي لنا ان شاء الله برنامج كذا وزياره وتطلع. احنا بس ابى عندي بس اخر كلمه عشان بس نوصل في الموضوع اللي قبل شوي، اللي هو انه الاهل كيف يمنعون الولد المدخن. الولد ما دخن الا في شيء ناقصه، في شيء ناقصه. اما اصدقاء زي الناس، حتى الاخويا زي تلقى ما عنده اخويا زي الناس، ما عنده اخويا محافظين او اهلهم منتبهين لهم اصلا، فتلقاهم ياثرون على بعض او مخاوين ناس اكبر منه يدخنون. رجل الله يعطيه العافيه، كنا نتكلم عن زيارات المرضى، فشوف كيف الاسلوب اللي قاعد يربي فيه ولده. يقول انا مخلي ولدي على كيفه، يسوي اللي يبغى، لكن كل اسبوع اخذه الظهر واطلع انا وياه المستشفى نزور اطفال مرضى بشكل رسمي. ارسل للمستشفى خطاب ابى اجي ازور انا وعائلتي المرضى ومعي هدايا، واروح المستشفى يتجاوبون معاه او ما يتجاوبون، في مستشفيات يتجاوبون كثير، ويجيب معاه طفله ويجيب معاه زوجته وابناء الثانيين، بيخليه يشوف الاطفال اللي يبون ربع عافيته. يقول والله العظيم ولد، قلت الكلام ذا انا قبل يومين ابو عبد الكريم سمعني، يقول والله الولد صار ما عاد يطلب، وصار الولد كل شوي يجي لمي ها يا بابا متى نروح للمستشفى؟ اشتاق، متى اشتاق، حس بلذة وهو قاعد يزورهم من صغره، عرف انه هذول الناس يبون ربع عافيته، اذا انا لازم احافظ على عافيتي. ومع ذلك اسال ابوه، انا قلت له طيب هل انت عوضت ولدك بشيء؟ يعني هل اعطيت ولدك بدائل؟ مثلا نميت عنده رياضه، نميت عنده موهبه، ساعدته بشيء؟ وترى الرياضه والموهبه مو بلازم توديه النادي ولا تطلعه على كيفه متى ما بغى، لا تقدر تنمي موهبته من البيت. بس باسلوب. يعني بعض الاباء الله يهديهم يجي يجدع عنده ولده، الظاهر لو بغى فيراري جاء ودخلها في وسط المقلط. عندك كل شيء، سوي اللي تبي، طاع قفل عليه الباب وطلع وخلاه. هذا مو باسلوب. الولد يبغى اللي برا، اطلع انت وياه، روح انت وياه، مشى. الولد فيه طاقه لازم تطلعها برا البيت. طبعا انا ما اتكلم على اساس اني موجه ولا مربي، انا اتكلم على اساس اني كنت طفل مو بصايع. والحياه خبره. انا اجرب شيء، انا اتكلم عن شيء كنت احتاجه، كنت ابغاه. والدي والله العظيم ما قصر معي، الله يبيض وجهه ويعطيه العافيه، وما وصلت اللي انا فيها الان الا بفضل الله، ثم بفضل دعم والدي وتشجيعه. لكن المشكله كانت مني انا، ولا كنت اطلع متى ما ابغى واروح متى ما ابغى واخاوي اللي ابي وكل شيء متوفر عندي، لكن المشكله كانت مني انا. نعم. لانه فقط خاويت ناس سيئين. لما اجي عند ابوي يقول لي ابوي ها اخوياك، اقول لا اشناب، اخوياي لا تسال عنهم، اخوياي زي ما تبي. لكن المشكله كانت فيني انا، بس كنت اشوف الناس اللي حولي. الله يعطيكم العافيه. وترى كلام جميل. احنا بنشوف اليوم ابو حميد ضيف عندنا، ترى احنا اهل البيت. لا والله بالعكس، ان شاء الله يرتب معكم ان شاء الله في الاعداد ونسوي يعني. انا ما ودي بطاله، لكن والله العظيم انه كلام من القلب. لا اتمنى دائما. حديثه كان حلو ما شاء الله عليه، جميل جدا ومسترسل، وانا قلت خلوه. نعم. فلكن على الوقت يعني، لكن تفضل يا استاذ احمد. باذن الله ان شاء الله في جلسات ان شاء الله. طيب الله يرحمه. الرسائل الايجابيه هذه تسمح لي اعاقبه بس قبل لا. طيب انتم عندكم يعني الله ينصرك لعبه يعني. دقيقه لا خلاص لحظه ابغى اقول كلمه واحده بس، في نقطه بس انا حاب يوضحها اكثر بعدين في الجايات، بس الا وهي اللي قال لاحظت تكررها اكثر مره، ان التدخين عاده اكثر. ما ادري انا استشفيت الكلام هذا، ان التدخين عاده اكثر من ان ادمان.
اكيد هذا الموضوع نبغاك توضحه يعني لنا بكره ابى اقول لك شيء. طبعا انا